بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنبدا برضه فكره جديده من افكار فيزياء ثالثه ثانوي. في عندنا النهارده في سؤال زي دوت او سؤالين زي دولت، السؤالين شبه بعض وفي ناس زمايلنا كتير بيختلفوا فيهم وناس شاطره كتير طلبوا السؤالين دولت ولقيتهم متلخبطين فيه. يعني حد جه يشوف اجابه سؤال منهم لقى تزداد، والتاني جه يشوف اجابه السؤال قال لك تقل. ففي الحاله ديت هو بيقول لك انا اتلخبطت، هي ازاي مره تزداد ومره تقل؟ هما الرسمتين مش زي بعض بالظبط، الرسمتين اللي عندي دول مش زي بعض. اولا نقرا السؤال. اول حاجه بقول في الشكل المقابل سواء الشكل ده او الشكل ده في عندي هنا قضيبين او سلكين، سلك اكس وسلك واي. ولو احنا لاحظنا ان السلك اكس والسلك واي الاثنين لهم نفس الطول، وهو قال كده الاثنين من معدن واحد ولهم نفس الطول، لكن مساحه مقطع السلك واي ضعف مساحه مقطع السلك اكس. طب تمام، دوت ضعف مساحه مقطع ده، فلو كان مساحه مقطع دهوت وليكن بايه يبقى دهوت مساحه مقطعه هتبقى 2 ايه. طب تمام، يتصلان بزالق، الزالق اس دوت اللي هو مقاومه روستات. طب تمام، من النحاس ومندمجان في دائره كهربائيه كما هو موضح بالشكل. فبقول لك فاذا تحرك الزالق اتجاه اليمين، يعني هنحرك الزالق ده من هنا لهنا، فان اضاءه المصباح دوت ايه اللي هيحصل له؟ اول حاجه هناخد الشكل اللي في الجهه الشمال الاول عشان ما نتلخبطش. اول حاجه احنا لازم نكون احنا عارفينها ان احنا عندنا السلكين دول كل الاختلاف ما بينهم بيكون في مساحه المقطع. يعني انا عندي المقاومه ار بتساوي رو ايه في ال على الايه، وعند القانون اي بتساوي الفي على الار. طب تمام، احنا عارفين ان المقاومه بتتاثر بتغير او بتغير المقاومه النوعيه والطول ومساحه المقطع. طب تمام، هنا الاثنين السلكين اللي معايا او القضيبين لهم نفس الماده النوعيه، المقاومه النوعيه نفس النوع، والاثنين لهم نفس الطول، بس الاختلاف كله هنا عندي في مساحه المقطع. طب تمام، فانا هستفيد من كده ايه؟ ان السلك واي دهوت مساحه مقطعه ضعف مساحه مقطع السلك اكس، فبالتالي مقاومه السلك واي هتكون اقل من مقاومه السلك اكس. طب تمام، لان هنا مساحه المقطع كبيره، كل ما بتزيد مساحه المقطع كل ما المقاومه بتقل. وخلي بالك المقاومه لما بتقل التيار الكهربي بيزداد، لان احنا اتفقنا في الشرح ان المقاومه بتغير من التيار لكن التيار ما يغيرش من المقاومه. طب تمام، في الحاله الاولى هو بيقول لك لو احنا حركنا الزالق اس من المنطقه ديت للمنطقه دي، ايه اللي يحصل لاضاءه المصباح او قراءه الاميتر لو كان في هنا اميتر؟ من الاخر ايه اللي هيحصل للتيار اللي عندنا في الدايره؟ طب تمام، اول حاجه هنجيب قبل التحريك وهنقارنه بعد التحريك. اول حاجه قبل ما اجي احرك الزالق التيار الكهربائي هيطلع من القطب الموجب، فالتيار الكهربائي لما هيطلع من القطب الموجب هيجي هنا هيقابله طريقين، هيقابله طريق السلك واي، بس هو لو مشى منه هيقابله هنا مسار مفتوح مش هيقدر يعدي ويخرج ويكمل مساره. طب ايه اللي هيحصل؟ التيار الكهربائي هيقوم رايح طالع معدي في الزالق، يقوم رايح جاي معدي في السلك اكس، يقوم جاي ماشي في السلك اكس ويقوم راح خارج. في الحاله ديت التيار الكهربائي لما جه يعدي، في الحاله ديت التيار الكهربائي اللي عندنا هو لما جه عدى على السلك اكس اللي هو السلك الرفيع اللي مساحه مقطعه قليله. مساحه مقطع قليله يبقى اكيد في الحاله ديت مقاومه كبيره، وطالما مقاومه كبيره يبقى في الحاله دي التيار الكهربائي هيكون قليل، في الحاله ديت هيكون التيار الكهربائي قليل. يبقى في الحاله ديت ايه اللي هيحصل لاضاءه المصباح؟ في البدايه اضاءه المصباح هتكون ضعيفه، اضاءه المصباح ضعيفه. تمام، طب لما انا احرك الزالق هشخبط بقى على الزالق ده واقوم راح محرك الزالق دوت واقوم راح جايبه هنا ايه اللي هيحصل بقى؟ في الحاله ديت هنضطر نشيل الاسهم اللي كانت موجوده في الحاله الاولى اللي كانت موجوده هنا. طب تمام، التيار الكهربائي في الحاله ديت هيطلع من القطب الموجب، فالتيار الكهربائي لما هيطلع من القطب الموجب هيقوم راح مقابله، يا اما يقابله السلك واي واما يقابله السلك اكس، بس لما يجي يعدي في السلك اكس مفيش حاجه تعديه اصلا زي في الحاله الاولى لما كان الزالق هنا. طب ايه اللي هيحصل؟ هيقوم راح معدي على السلك واي ويقوم راح معدي على الزالق ومش هيرجع بقى، لا هيخرج، فهيخرج ويقوم راح معدي على المصباح ويقوم راح خارج رايح للقطب السالب. في الحاله دي بقى، في الحاله الثانيه بعد ما حركت الزالق بعد التحريك، التيار الكهربي لما جه يمر في الحاله ديت مر بالسلك واي اللي مساحه مقطعه كبيره. السلك مساحه مقطعه كبيره، السلك واي مساحه مقطع كبيره، اكيد مقاومه قليله. طب المقاومه لما تكون قليله يبقى في الحاله دي التيار الكهربي يبقى كبير، يبقى في الحاله ديت ايه اللي هيحصل لاضاءه المصباح؟ يبقى اضاءه المصباح في الحاله ديت بتزداد. دي في الرسمه دي. الرسمه الثانيه مختلفه عنها. ايه اللي بقى اللي موجود في الرسمه الثانيه؟ ايه اللي هيحصل برضه لاضاءه المصباح لو حركت الزالق؟ في الحاله ديت ايه اللي هيحصل؟ اول حاجه انا هطلع من القطب الموجب ده قبل تحريك الزالق، فالتيار الكهربي لما هيطلع من القطب الموجب قبله السلك الرفيع والسلك السميك. في الحاله ديت مش هيقدر يعدي من السلك الرفيع لان هنا في مسار مفتوح. طب في الحاله دي هيعدي منين؟ هيقوم راح جاي من هنا كده، يقوم راح معدي في الزالق ويقوم راح خارج. في الحاله ديت التيار الكهربي لما مشى في السلك السميك اللي مساحه مقطعه كبيره، مساحه مقطع كبيره يبقى مقاومه قليله، وطالما المقاومه قليله يبقى التيار الكهربي كبير. يبقى في الحاله الاولى قبل تحريك الزالق، قبل التحريك في الحاله ديت احنا اتفقنا التيار هيكون كبير. طب الحاله الثانيه بقى بعد تحريك الزالق هنشخبط على اللي احنا عملناه دوت وهنشوف في الحاله الثانيه هنتتبع المسار ايه اللي هيحصل. كل الاختلاف هنا في الحاله الثانيه ان الزالق هقوم راح جايبه هنا هو، ففي الحاله دي التيار الكهربي لما هيطلع من القطب
الموجب زي المنظر دوت، هيجي هنا بقى الزالق ما عادش هنا، دي ما عادش موجود بقى هنا. ففي الحاله دي التيار الكهرباء هيضطر ان هو يعدي في السلك الرفيع، فيعدي في السلك الرفيع ويقوم راح معدي في الزالق ويقوم راح خارج من هنا. يبقى في الحاله دي التيار الكهرباء لما جه يمر في الحاله الثانيه عدى في السلك الرفيع. السلك الرفيع يعني مساحه مقطع قليله، مساحه مقطع قليله يبقى مقاومه كبيره، وطالما المقاومه كبيره يبقى التيار الكهرباء قليل، يبقى بعد التحريك يبقى التيار يقل، وطالما التيار يقل يبقى اضاءه المصباح في الحاله الثانيه دي بتقل.